يسأل كيف يجمع بين دراسته الأكاديمية في كلية الهندسة وبين العلوم الشرعية. أولا أنا أحييك على حرصك على طلب العلم الشرعي، وهذا واجب على كل مسلم، لا سيما إذا كان هذا العلم متعلقا بالأركان وبالفروض الذي يجب على المسلم أن يتعرفها، المتعلقة بالتوحيد وبالصلاة وبالصيام وبالزكاة إن كان من أهل الزكاة وبالحج إن كان من أهل الحج، فهذه فروض أعيان يجب على كل مسلم أن يتعلمها إن كان من أهلها، أهل التوحيد والصلاة والصيام إلى آخره. فأنا أحييك على حبك وحرصك على طلب العلم الشرعي، وتستطيع بفضل الله جل وعلا أن تجمع بين تفوقك، أقول تفوقك ولا أقول بين طلبك للدراسة في الهندسة وفقط، بل تستطيع أخي الحبيب أحمد أن تجمع بين تفوقك في الدراسة بكلية الهندسة وأن تجمع أيضا بين طلبك للعلم الشرعي. كيف ذلك؟ أولا أن تخلص النية لله تبارك وتعالى، ثانيا أن تكون صاحب همة عالية وصاحب إرادة قوية وعزيمة صادقة، فأن تعطي للعلوم أو للدراسة النظامية بكلية الهندسة الوقت الذي تستطيع أن تحصل فيه هذه العلوم وأن تتفوق وأن تبدع بنية أن تنفع أمتك وأن تنفع مجتمعك، وأن تجعل وقتا آخر بفضل الله تبارك وتعالى لطلب العلوم الشرعية، ولا يصطدم هذا مع ذاك. بل أنا أقول لك لو نظرت إلى الأفاضل الذين سميتهم وأنت تطرح سؤالك، لا أؤكد لك أن هؤلاء جميعا جمعوا بين الدراسة الأكاديمية النظامية وبين الدراسة الشرعية، يعني بفضل الله كل إخواننا مما ذكرت جمعوا بين هذين النوعين من العلم، بين الدراسة في كلية الألسن أو الدراسة في كلية التجارة أو الدراسة في كلية الإعلام، وبين العلوم الشرعية، وأنت تسمع منه بالآن بفضل الله جل وعلا علما أصيلا محققا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا يستطيع فالمسلم الصادق صاحب العزيمة والإرادة يستطيع بفضل الله أن يجمع بين هذين النوعين من العلم بشرط ألا يضيع وقتا، بشرط ألا يضيع وقتا. تستطيع أن تتابع من رحمة الله العلماء على شاشة قناة الرحمة، وقد ذكرت أنه لم يعد لأخ من إخواننا من الحريصين على طلب العلم الشرعي حجة، لأن قناة الرحمة لا تقدم الإسلام نتفا، لا تقدم الإسلام نتفا ولا مجزاء، إنما تقدم الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى متكاملا، تقدم منهجا شرعيا متكاملا في العقيدة والتفسير والسنة والحديث والفقه والأصول واللغة والبلاغة والنحو إلى غير ذلك من أفرع العلوم الشرعية. يستطيع الطالب بفضل الله أن يختار العلوم التي يريد أن يتابعها وأن يدرسها وأن يبدع فيها ويبرع فيها. يستطيع أن يتابع المشايخ وأن يتعرف على أوقاتهم، حتى إن اصطدمت أوقات المشايخ على القناة مع أوقات دراسته النظامية في كلية الهندسة أو مذاكرته، يستطيع بفضل الله الآن بأسلوب يسير جدا أن يكلف أحد إخوانه بتسجيل هذه الحلقات أو بمعرفة مواعيد الإعادة، وأن يتابع هذه الحلقات في أوقات فراغه. فالأمر يحتاج إلى إخلاص نية وإلى صدق عزيمة وإرادة وطهارة سريرة وطوية، وأن يحرص على تنظيم الوقت، وأن يحرص على تنظيم الوقت. لكن أؤكد وأشد على يد أخي الحبيب أحمد بالتفوق في كلية الهندسة وبالإبداع في كلية الهندسة، لأن الأمة تحتاج إلى مثله من الصادقين الغيورين المحبين المبدعين في هذا الجانب، والحريصين في الوقت ذاته على أن يتعلموا دينهم تعلما صحيحا من كتاب الله ومن سنة رسول الله على أيدي الربانيين من العلماء العاملين والدعاة الصادقين. فهذا لا يتم إلا بالإخلاص مع الهمة العالية والإرادة والعزيمة الصادقة. وأؤكد مرة أخرى أن من ذكرت من إخواننا من أهل العلم من المشايخ جزاهم الله عنا خيرا جمعوا بين هذا العلم الدنيوي أو بين الدراسة النظامية في هذه الكليات المعروفة وبين العلم الشرعي، وهذا بفضل الله ثم بفضل صدق النية والهمة العالية وطهارة السريرة والطوية. أسأل الله أن يجعلنا وإياك من المتفوقين في أمر الدين والدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام
يجمع بين الأمرين، فيقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فأنا يعني مع الأهل جزاهم الله خيرا، وفي أن تبدع وأن تتفوق، لكنني أشد على يدك في أن تحرص على طلب العلم الشرعي بشرط ألا يطغى هذا على ذاك وذاك على هذا. واعلم بأن الأمة في حاجة إلى مثل هذه العلوم أيضا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك صالح العمل.